السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعمل الفيديو دوت على موضوع الدوكيومنتس أو الأوراق المقدمة من لجنة الرئاسة الأمريكية. لجنة الرئاسة الأمريكية. المهم أنا ما كنتش ناوي أعمل الفيديو ده، ما كنتش عايز أعمل فيديو عن الدوكيومنتس أو عن المستندات ديت، لأن لما اطلعت عليها أول ما طلعت على صفحة الشيخ حازم وبصيت عليها وفحصتها وكده، آه، قلت لو عملت فيديو في حاجات هقولها هتزعل أنصار الشيخ حازم، وفي حاجات تانية هتفضح الأوراق دي خالص. فأنا عملت بالانس، قلت الأوراق، عملت بالانس في دماغي، يعني موازنة. قلت هل أطلع أضحك الناس على الأوراق ديت، بس في نفس الوقت في حاجات هتزعل أنصار الشيخ حازم، ولا اسكت ويعني ما اعملش الفيديو عشان ما يحصلش يعني confusion او كده. وقررت اني ما اعملش الفيديو ولا اتكلم على موضوع الاوراق ديت واسيبها كده لوحدها، لان هي اوراق هبلة وخلاص، ما فيش داعي يعني ان انا اطلع انتقدها ولا ابين الحاجات الغلط اللي فيها وكده، او كيفية المؤامرة اللي ممكن تكون حصلت عليها. آه، لحد ما لقيت الصفحة القذرة، دلوقتي أنا بسميها صفحة قذرة، بتاعت خالد سعيد. فجأة ابتدت بقالها يومين عندها حرقان، الصفحة عندها حرقان بقالها يومين، وعمالة بتنبط وعمالة بتقول كلام ملهوش معنى وكلام سخيف وكلام ملهوش لازمة وفي تنبيطات. وفين الجرين كارد يا شيخ حازم؟ طب فين مش عارف ايه يا شيخ حازم؟ عامل كده زي ايه، واحدة قاعدة بتحشي محشي، وعمال يطلع كومنتس كل شويه دمها تقيل مستفزه. بيقول لك ده انا بدعو للاستقرار، لا انت بتدعو ان رقبتك تتقطم. آه، ف فلغه مستفزه، لغه فيها تلميحات، فيها نبرات، فيها حاجات. فانا بس ايه، طالع هنا اعمل الفيديو ده اعلمهم العفه فيه عشان ما يتبرمجوش. وما دام كده كده الحاجات اللي انا كنت مش عايز اقولها هي هم كده عرفوها اصلا، ومش بعيد بقيه الليبراليين والعلمانيين يجروا بالاوهام دهيت وفاكرين انهم جابوا الديب من ديله. فانا هطلع اعلمهم العفه هنا في الفيديو ده. طيب، نبتدي بالدوكيومنتس، هناخدها دوكيمنت وهقول لكم بكامل خبرتي وبكل صدق. انا الثلاث فيديوهات اللي عملتهم على الموضوع ده، سواء الفيديو بتاع عمرو اديب والفيديو التاني اللي شرحت فيه الري انتري والفيديو اللي فضحت فيه التزوير بتاع وزارة، الثلاث فيديوهات اللي موجودين عندي في الاكاونت، اللي هم اخر ثلاث فيديوهات على الموضوع ده، كل كلمة فيهم is 100% true. وده اللي بيحصل فعلا في امريكا، وده اللي بيحصل في كاليفورنيا بالذات. ومش عايز اي حد يعمل لي برم ويعمل لي فزلوك ويقول لي لا المصري اللي ما يعرفش وبيهرتل مش مشكلة، من حقه يهرتل، هو مش عايش هنا. لكن لما يطلع لي واحد من امريكا وهو عايش جنب الحيطة اصلا، ما اللي هو عايش في امريكا كده وهم، ممكن يكون عايش 16 سنة وبرضه مصري من جواه ولا عارف اي حاجة ولا عارف وين الله حطه، هو بس كده عايش وخلاص، وبيتبع الكتاب، الانستراكشنز، الكتاب بتاع المانوال، الاونر مانوال بتاع امريكا، وما يعرفش الشارع شكله ايه او الحياة شكلها ايه. فكل كلمة زي ما بقول هي الحقيقة، وماليش دعوة بالكتاب بيقول ايه وان مش عارف ايه لازم يبقى ايه والكلام الهبل ده. احنا بنتكلم على الواقع، عن الواقع المعترك الحياة. وده في صمام شغلي. انا ياما عملت ناس على الورق معاهم سيتيزن عشان اجيب كارد او اجيب لون او اجيب او مورجج او اشتري لهم بيت او حاجة كده. ف فده من واقع يعني معرفتي وخبرتي في امريكا. انا بقول الحقيقة ومش مش هألف. محدش يقدر يمسك عليا اي غلطة في الثلاث فيديوهات اللي عملتها قبل كده، كله كلام حقيقي. وفي ناس كتير من اللي عايشين في كاليفورنيا وعايشين في امريكا دخلوا شهدوا قالوا every word I say is true، وهو ده الحقيقة. واللي يقول غير كده بحط صوابع العشرة في عينيه.
المهم نخش بقى ايه عشان ما اطولش عليكم، دايما انا برغي كتير في الفيديوهات. نخش نمسك دوكيمنت ونتكلم عليه، او مستند ونتكلم عليه، ونشوف عشان نخرس اللي هم عاملين نفسهم آه برامات بتوع خالد سعيد دول. طيب نبتدي بالدوكيمنت ده. دي الفوتر ريجستريشن ابلكيشن، وشرحتها في الفيديو الاول ان دي اي هبل فيه بيانات كتير على اي سوبر ماركت، على اي جاز ستيشن، في اي مكان. ممكن بتلاقي في ناس فرشين ترابيزات بيقفوا بيعبوا لك، بيقول لك طب امضي هنا، حتى ما هم بيعبوها لك بنفسك، وبيروحوا يعملوها بعد كده منظمات بتعملها في المكاتب وكده. بي... هم بيكونوا اصلا معلمين على كل الفوترز كارد او فوتر ريجستريشن كارد انه سيتيزن. تقول لهم السيتيزن، في ناس بتاخد بالها، في مش عارف، في ناس بيبقوا لازقه، في ناس بتخلص منهم تروح ماضيه وماشيه مديها عنوانهم وماشيه، وهم بيعبوا الباقي. فالمستند ده غير وهمي. حتى في اليونايتد ستيتس اي مكان الفوتر ريجستريشن دي لا تثبت جنسيه. يعني لما تروح في اي حته، تروح في اي اهو ده انا معايا فوتر اي دي، يقول لك حطه في معرفش فين. فوتر اي دي ده لا يعني انك انت مواطن. صح الكتاب بيقول ان المواطن بس هو بس لا، انا بقول اهو تاني زي ما قلت في الفيديوهات اللي قبل كده، مش بس ان مواطن ليه الحق انه يصوت. في غير مقيمين اللي هم جرين كارد معاهم فوتر اي دي. طب جس وات في بقى، في ناس ما هماش عندهم اقامه، يعني الليجال توتال، يعني الليجال يعني يعني نطين من عصور من المكسيك، ومعاهم فوتر ريجستريشن. انا ممكن اعبي فوتر ريجستريشن لعمرو اديب او خالد سعيد، واحطها في السيستم والعنوان وتوب وافري ثينج وخلاص، يعني تبقى فوتر ريجستريشن. فدي وهي تعالى بقى نبص عليها، متعبيه اهي، خلاص اتعبت. العنوان سانتا مونيكا، الزيب كود مش عارف ايه، آه ما عليهاش اي ختم زي ما انتم شايفين، ما عليهاش اي ختم، بس دي فوتر ريجستريشن متعبية ليها. سواء بقى هي عبتها عشان تنتخب، في ناس كتير معاهم جرين كارد بيقول لك خلاص انا مش هقدم على السيتيزن، عبيها وخلاص. هو صحيح هتبقى مشكلة لو جيت اعمل سيتيزن ان انا كنت بنتخب، بس خلاص اعبيها. وخصوصا كتير ناس من العرب بيحبوا يعبوها علشان بيبقى عندهم فاستريشن من الامريكان بوليسز، امريكان بوليتكس، وبيبقى نفسهم انهم ينتخبوا. وبالذات الهوجة دي كتير كانوا هيموتوا عايزين ينتخبوا ايام اوباما، والبنات والولاد كانوا في كل حتة، كانوا حتى قدام المساجد والاماكن بيعبوا للناس فوتر ريجستريشن كارد. كل أهمية المنظمات ديت، سواء منظمات زي المنظمات المكسيكية أو المنظمات العربية أو كده، ما هم عايزين فوتر أكتر، وبالذات في كاليفورنيا. العملية في كاليفورنيا وفي فلوريدا وفي تكساس أسهل من السهولة. يعني حتى بتروح عشان تعمل ريجستريشن بيقول لك لو ما معكش الاي دي اللي هو البطاقة بتاعت الولاية، خلاص مش مشكلة. حتى لو ما معكش الاي دي او الدرايفنج لايسنس اللي هي تثبت انك انت، يقولوا لك ممكن تكون انت جيت من ولايه جديد فلسه ما عندكش الاوراق دي. طب معاك السوشيال سيكيورتي؟ لا، بيقول لك حتى لو ما معكش السوشيال سيكيورتي عبيها، والستيت او اللي هي الولايه هتعمل لك يونيك نمبر. وبس لما تروح تبقى تنتخب، يبقى انت اظهر اي حاجه كده، فاتوره تليفون، آه اظهر فاتورة تليفون، فاتورة غاز ان انت عايش في المكان ده هو، وانتخب بيها. او لو حصلت في الوقت على وقت الانتخابات، لو حصلت بطاقة، روح. المهم اي حاجة تشو ايدنتيتي ان انت الشخص ده هو، خلاص. فيعني الفوتر ريجستريشن ديت ممكن تعبيها من غير درايفنج لايسنس اللي هي رخصة السواقة، من غير اي دي اللي هو البطاقة، ممكن تعبيها من غير سوشيال سيكوريتي. وده اللي هيجنني وجنن في فيديوهات كتيرة معمولة من امريكا على الموضوع ده. يعني واحد ما عندوش سوشيال سيكوريتي، ده يعني حتى يعني ازاي ما عندوش سوشيال سيكوريتي ويعبيها برضو؟ ولاية تكساس عملوا موضوع وهيصة، بس القانون هو كده، حتى لو ما معكش كده عبيها وخلاص.
وهي هيلاري كلينتون، وكل الناس عارفين ان السيستم بتاع الفوتر في اكتر ما لا يقل عن 4 5 مليون شخص ما هماش ليهم اكتر يمكن. آه، طيب الشيخ حازم بقى بيقول ده الكلام اللي ممكن يزعل، ان دي طمس وده طمس ودي طمس، دي طمس للتوقيع، ودي طمس معرفش دي طمس الايه بصراحة، لان الاسم دي طمس للعنوان، فدي للبرايفسي يعني للبرايفسي للبرايفسي اكت يعني. هنشوف هم قال يعني طمسوا العنوان هنا وسايبينه في حتة تانية، وسايبين سانتا مونيكا وسايبين البي او بوكس، فمش عارف يعني برايفسي ايه بصراحة. بس اي استهبال علشان يعني يعملوها انها يعني والله ليجل، شوف تمصين العنوان وتمصين السيجنتشر. بس اهو سايبين الميلينج ادرس وكل حاجة يعني، اهو البي او بوكس وكل حاجة. فدي لا، دي ورقة كده زي ما قلت في الفيديو التاني، دي باللغة واشربوا ميتها، دي ولا حاجة، دي حتى لا يعترف بها هنا في أي قضاء أمريكي ولا في المؤسسات الأمريكية ولا في أي حاجة. طيب فدي خلصنا منها، دي زبالة، دي جاربج. طيب نخش على اللي بعده. هنا بقى الجواب بتاع وزارة الخارجية الأمريكية اللي مكتوب. احنا يا جماعة لازم نتوقع ان احنا مش بنتعامل مع ناس سذج. دي مصر، دي مصر، وفي حاجات مؤسسات والمخابرات وكلاب عمر سليمان، وكلاب عمر سليمان دول موجودين في كل سفارة من سفارات مصر في الخارج. وفي ناس، وانتوا عارفين السيستم ده كان منظومته بيخرج ناس شكلها ايه. تفتكروا انتوا الناس اللي في وزارة الخارجية وتربية احمد ابو الغيط دي ناس عاملة ايه؟ دي كلهم ليبراليين، يعني ألعن من الليبراليين بمراحل. دول كلهم ناس ما كانوش بياخدوا المناصب دي أو بيترقوا أو بيروحوا إلا لما ليهم فكر معين، مذهب واحد، مذهب معين كلنا عارفينه. عشان كده هم وصلوا للمناصب دي، وعشان كده بياخدوهم ولازم يكون كذا ولو بتشرب يبقى قشطة وأحسن وكده، ومور ليبرال يبقى أنت سفير. لكن الكونسرفاتيف أو كذا لا، ده ما ينفعش يكون سفير يمثل. وفي لكل سفارة في كلاب مخابرات من كلاب عمر سلمان بيشتغلوا هناك فيها. فلا نتوقع والله ان الناس دي هبلة اللي بتشتغل في السفارات ديت والمؤامرة، وان مصر تدخل الحظيرة الاسلامية او ان مصر تبقى اسلامية مرة تانية. لا، الناس دي هتحارب بكل دقة وهتعمل الحاجة زي ما الكتاب بيقول. ولازم التزوير والمؤامرة تكون على حق، يعني على حق ربنا، مش موضوع هبل ولا هيعمل. وزارة الداخلية دي هبلة، دول في مصر عملوا حاجات فضحتها في الفيديو اللي هو نمرة 3، اللي هو الغلطة دي. لكن دول ناس في سفارة وناس مخابرات بتوع كلاب عمر سليمان زي ما قلت. فلازم يعملوا الحاجة دي. أولا نخش على هو صح. معلش يا جماعة أنصار الشيخ حازم، هو ده الدبلوماتيك نوت. أيوه هو بيبقى كده، بس آه بيبقى فيه هنا imposed white stamp، وهنا بتتكتب كده، وبيبقى ده انيشال، ده انيشال بتاع الاوفيسر وكده. بس في حاجة، ان كل المستندات ديت لازم بيكون هنا في صادر ووارد، او مش عارف هو اسمه كده عندكم في مصر. انا اعرف ان هنا الدرافتنج وهنا الكليرنس. سوري، الدرافتنج والكليرنس. معرفش بقى. هنا تحت بيبقى فيه كودز وانيشلز واسامي، بيبقى كده يعني سلاش الاسم سلاش الكليرنس والكود. هنا الدرافتنج وهنا الكليرنس كل مستند. بس ده ميموراندم، دي مذكرة، ما هي عبارة على انها مذكرة مبعوثة. خلينا بقى نقرا مكتوبة ازاي. هي بتتكتب كده، ولا اهلا ولا وسهلا، هي في الشرح في الكتيب بتاعها كده. والكلام ده انا كنت عارفه، عشان كده ما كنتش عايز اقوله، مش محتاجة يا خالد سعيد خبير دكتور ما اعرف ايه قانوني انه لقاها وبيقولوا ان كذا كذا وكل الفيلم ده وايه، وعشان تعملوا فيلم رومانسي ومن انصار الشيخ حازم
من انصار الشيخ حازم. يعني خلاص كده بقى ايه، كل واحد ايه ليبرال يتمسح في الدين. زي قناه اون تي في حاطه لي فيديو، والفيديو ده من واحد من انصار الشيخ حازم. يعني لو مش من انصار الشيخ حازم ما يبقاش، لكن لما المعلومه تيجي من واحد من انصار الشيخ حازم يبقى خلاص يا شباب اهدم وبتاع ومش عارف ايه، ده هو حتى هو واحد من انصار الشيخ حازم بيقول كذا. طيب نقرا بقى الجواب ده هو اللي برضو الحمد لله عملوا فيه غلطة اهو. the Department of State acknowledges receipt اهو انهم استلموا البتاع بتاريخ 3 ابريل من السفارة المصرية Arab Republic of Egypt. ايوه هترجم لكم بقى هنا. بيقول لك ردا in response to a formal request from the government of Egypt. امسك بقى هنا، امسك بقى هنا واقرا الكتيب بقى زي ما انت عايز، وافهم وزارة الخارجية الأمريكية بتتعامل مع مين، أو الكونسلر أفير بيتعاملوا مع مين. بيتعاملوا مع وزارة الخارجية بتاعت الدول التانية أو مع السفارات. هو هنا بيقول لك ان ده جاي لهم من السفارة بتاعت مصر، بس بيقول لك الفورمال ريكويست، يعني الريكويست ده مش جاي من سفارة مصر، جاي from the government of Egypt. يعني حتى مش جاي من وزارة الخارجية المصرية، يعني مش جاي من السفارة المصرية ومش جاي من وزارة الخارجية، جاي من الجفرمنت اوف ايجيبت. مين الجفرمنت اوف ايجيبت ديت؟ مين الجنزوري بعت فورمال ريكويست؟ حكومة مصر الحكومة، ولا السكاف يقصدوا السكاف اللي هو المجلس العسكري هو اللي بعت ايه دي بقى؟ دي تأليفة يعني سوري، انا المفروض كنت اقول لكم ان الورق ده سهل الحصول عليه، وبالذات اللي بيشتغلوا في الدبلوماسيين، واي حد حتى مش بتاع مخابرات ولا اي حاجه بيكون عنده نسخه من الورق دي بيعرف يجيبها باي طريقه ولا طريقه. انا مره كنت رايح اعمل توكيل لامي في مصر، وكنت في مبنى الخارجيه وكانوا بيعملوا لي السيل وبتاع والنوترايزيشن بتاعه التوكيل والمش عارف ايه، وكان البنات قاعدين والورق اللي هو بيبقى عليه البتاع بيبقى مرمي في كل مش مرمي في كل، بس بيبقى في البرينترز، بتروح هنا بتتحرك، ممكن يعني تشد لك شويه وتاخدهم، او يعني لو عندك هدف. فدي سهلة الحصول على الورقة دي، ما هياش اي حاجة، اي موظف عنده الورقة دي في وزارة الخارجية و... و... ومن السهل الحصول عليها. وخصوصا الناس دي اللي بتتراسل كل يوم وبقالهم سنين بيتراسلوا مع السفارات، فعارفين الموضوع دوت ان ده دبلوماتيك نوت، واهو دبلوماتيك نوت هنا تحت. خلينا بقى نقول ديت ان ده المفروض انهم المفروض يردوا على السفارة المصرية أو وزارة الخارجية. بس اللي ناقش الكلام ده اتفزلك وقال government of Egypt. وبعدين بيقول إن بتاع الشؤون القنصلية confirms on behalf of Department of State عن وزارة الخارجية ذات إن الانديفيدوال ده هو نوال عبد العزيز نور هو was born. دي مش لهجة وزارة خارجية، هو was born on، لا هم بيقولوا نوال عبد العزيز بورن لا بلا بلا مش عارف ايه ديت اوف بيرث كذا. was دي بقى was naturalized. ايوه نخش بقى على النقطه الثانيه بقى. هنا دي غلطه اهي، اللي هي الايجيبشن جفرمنت دي هبل. ما بيردوش هم على على حكومات مصر، ولا لا هم يعني يبعتوا دبلوماتيك نوت، في دبلوماتيك نوت يروح للجفرمنت اوف ايجيبت. لا الفورمال ريكويست ده يا اما جاي من وزاره الخارجيه، بس في حد هنا عايز يخلي المسؤوليه. فورمال ريكويست من حكومه مصر، يعني الجنزوري وبالناجا والناس بتاع الحكومه هي اللي بعتت الكلام ده، ولا وزاره الخارجيه، ولا حتى السفاره المصريه؟ طيب was naturalized as US citizen. طب ما يمكن ما جالهمش الجواب ده، والجواب ده متلفق من المصريين. الامريكان ما بيغلطوش على فكره، يعني مش هيفضحوا نفسيهم، لان الجواب ده بيكون ليه صادر ووارد زي ما قلت. حتى هو صحيح مش موجود هنا، بس الاوريجينال في 3 كابيز بتكون موجودين، بيبقى فيهم الكليرنس والدرافتنج. ممكن دي ما يكونوا هم حرفوها، او ثانيا بقى نخش على الغلطه الثانيه. naturalized as US citizen فوق. ايوه القنصليه
القنصلية او وزارة الخارجية ما عندهاش المعلومات ده هي. اللي عنده وزارة الخارجية او الشؤون القنصلية ان عنده باسبور ولا لا، عنده باسبور ولا لا، قدم على باسبور ولا لا، هو ده اللي يقدروا يفيدوا بيه. لكن ما يقدرش يقول لك ناتورالايز دي. ناتورالايز دي يبقى هو كان لازم اللي يقولها الاي ان اس او السوشيال سيكيورتي اوفيس. لا، حتى مش السوشيال سيكيورتي اوفيس، ان الاي ان اس الاميجريشن هو اللي يقدر يقوله بتاع الخارجيه ان الست دي ليها باسبور، او ان الست دي قدمت على باسبور، او مش او عندنا الابلكيشن بتاعتها. طيب حلو جدا جدا جدا. اللي فبرك الجواب مرضاش يقول الكلمة دي علشان عارفين ان في مصر هيقولوا الشيخ حازم ومش عارف ايه وباسبور لا يعني كذا ومش عارف ايه فقالوا لك لا خليها ايه ناتورالايز، يعني بقت جنسية، مع ان ده مش من اختصاص وزارة الخارجية الامريكية ولا من اختصاص، وما يقدروش يجيبوا المعلومة. ده حتى يعني في ادارات حكوميه زي بتوع الميديكير اللي هم حكومه، مبنى حكومي اللي بيدفع اعانات مثلا للسيتيزن، لازم يكون سيتيزن، او علاج المجاني للسيتيزن اللي هم الناس العواجيز، الميديكير او كده. لما حد يقدم له طلب اعانه او طلب مش عارف ايه او طلب علاج، انه عايز الكارت بتاع الميديكير عشان يعرف يتعالج ويروح المصحات ويروح مش عارف ايه والحاجات ده اهي، وبيقدم على طلب ان هو يو اس سيتيزن، بيمضوهم على authorization of release of information. يعني حتى الحكومة، يعني الجهاز ده هو او المبنى الحكومي ده ما يقدرش يضرب كده تك 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 انت سيتيزن، لا انت تك تك، لا ده لازم ياخد منك ورقة ممضية منك انه هو يروح يراجع ان انت فعلا سيتيزن. بيروح لمين؟ بيروح للاي ان اس او اللي هو الاميجريشن، او بيروح السوشيال سيكيورتي. وساعات السوشيال سيكيورتي حتى ما بيعرفش يعرف، بيرجعوا بتاخد وقت 3 اسابيع عقبال ما بيثبت الشخص ان هو سيتيزن او لا، وبعدين يطلع له الكارت. يعني بقول لك في جهات حكوميه كتير ما بتقدرش تثبت ان انت سيتيزن ولا مش سيتيزن. البوليس، رجل البوليس في الشارع، في كتير ناس فاكرين ان رجل البوليس ده ممكن يعرف ان انت مواطن، لا ده حتى ليس له الحق ان يسألك. لو لقاك مكسيكي وحتى ما بتعرفش تتكلم انجليزي، ما يقدرش يسألك انت مواطن ولا مش مواطن، ما يقدرش، ممنوع انه يسألك، وما يقدرش يعرف الا لو اتصل بالإيميجريشن. فكل حاجة ليها اختصاصاتها ومؤسساتها، وللأسف هم مش متصلين مع بعض. يعني مش اللي هو نظام عند مصر بوم بوم، لا ده كل حاجة لازم تتم بمراسلات ولازم يمضي العميل ان هو ريليز اوثرايز ان هم يكشفوا عن ان هو سيتيزن ولا مش سيتيزن. وكمان لو مش مصدقين كلامي، روحوا على كونسلر افيرز وقولوا وات كايند اوف انفورميشن، اللي هي يعني معروف، هم قايلينها حتى على الويب سايت بتاعتهم الستيت ديبارتمنت، وبيقولوا لو انت عايز تعمل فويا ريكويست. فويا دي اللي هي الفريدم اوف انفورميشن اكت اللي عملها جورج بوش، وصحيح اوباما جاء غير فيها شويه في اخر سنتين وقال ان لما حد يطلب فويا انك ممكن تكذب فيها، بس هو اللي عملها جورج بوش. المهم، حتى بيقولوا المعلومات اللي متوفرة عندنا معلومات عن الباسبور، معلومات عن الفيزا، معلومات عن كذا، احنا ما نقدرش نعمل فيريفيكيشن ولا ندي مستندات ولا نقول اي حاجة عن اي حاجة تانية غير الحاجة الشؤون بتاعتنا. احنا بتوع الباسبور، احنا بتوع الفيز، احنا بتوع الابليكيشن، احنا بتوع الكلام ده. طيب حلو. فهنا زي ما قلنا الجواب اهو موجه، ادي غلطة government of Egypt. والنقطة التانية إن ده مش اختصاص وزارة الخارجية ولا اختصاص شؤون القنصليات، ما يقدروش يقولوا الحتة دي. فالمخابراتي المصري المتآمر الملعون عمل الجواب ده، عمله صح، عمله بنفس الفورم، عمله بنفس الفورم بتاع وزارة الخارجية، وكتب فيه ده. ممكن ده احتمال. وهو ثانيا تقرا الكتيب، ولو عامل لك نفسك فلحوص وبتاع ومش عارف ايه، وانك ماشي هنا الديت ده المفروض يكون امات. فيا استاذ خالد سعيد ولا صفحة خالد ما اعرف ايه، لو عايز تعرف ان هنا لازم امات ديت، يعني ما هنا ما يكونش فيه تاريخ. بس طبعا المصري عايز يوضح للمصريين ان هو بتاريخ، فحط دي. فدي ادي اهو الغلطات. واحد،
2 3. نخش على المستند اللي بعده. هنا ده ايه بقى؟ ده هنا اهو الابليكيشن بتاعت جواز السفر. خلي بالكم يا جماعة، انا نسيت اقول لكم ان دي معلومة يمكن ما يكونش حد عارفها في مصر خالص. خلينا نرجع الصفحة التانية. ان لما وزارة الخارجية الامريكية دلع على افتراض ان هي فعلا بعتت الكلام ده اهو، هنا بيكون في يعني مرفق له، انكلوزنج او يعني مرفق معاه كذا كذا ابلكيشن. انت لو طالب ابلكيشن بتاع الباسبور او اي حاجه او اي دوكيمنت او اي ريكورد عندهم، بيدوه مرفق، بيكتبوا مرفق معه كذا وبيعملوا ليست للابلكيشن. واللي عايز يرجع للكتيب بتاع وزاره الخارجيه هيلاقيه كده. ده معناه حتى لو ده صحيح ان هم ما ارفقوش معاهم، ما ادوهمش اي معلومه غير الكلمتين دول وما ادوهمش. معنى كده ان المعلومات التانية ديت او الابلكيشن التانية دي جايه من طريق، من حته تانية، من طريق تاني. يعني السفاره سلكت مسلك اخر عشان تحصل على دي. هي جابت الجواب من حته وده من حته. يعني اوعى تفتكروا ان الخارجيه الامريكيه هي اللي بعتت الفوتر ريجستريشن او الابلكيشن دي. لا، 100% لا. الخارجيه الامريكيه ما بعتتش دي ولا الفوتر ريجستريشن كمان. والا لو كانت بعتتهم كانت قالت في الجواب ومرفق معه كذا 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 كذا. فكلمة مرفق مش موجودة ولا في documents، وهو مش اختصاصها اصلا انها تقول ان هو مواطن او مش مواطن. هو اختصاصاتها انها تقول عنده باسبور او ما عندوش باسبور، او عندنا ابلكيشن للباسبور او فيزا او كذا. روحوا عند ايه هم المعلومات اللي بتتوفر لديهم. غير كده لازم يتصلوا بجهة اخرى، اللي هي لازم يطلبوا من جهة اخرى. وعشان يطلبوا من جهة اخرى لازم يمضوا الشخص، او لازم اللي عايز يعمل فويا عن بيرسون لازم يكون معاه نوترايزد باور اوف اتورني. يعني لازم يكون من الشخص ده ان هو موكله انه يعرف. يعني صح، الفريدم اوف انفورميشن اكت ممكن تجيب اي حاجه عن القوانين وعن الارقام وعن كل المعلومات، لكن لما تيجي الفويا على شخص معين لازم يكون معاك توكيل. مش توكيل، يعني authorization ان من الشخص، او من الشخص نفسه، او تكون انت الشخص نفسه. يعني في ناس بتعمل فويا لنفسها، عايزه حاجات تكون ضاعت منها وبتاخدها. لكن ما ينفعش ان مثلا سفاره مصر تعمل فويا على احمد او على خالد او على طنطاوي. لا، ما ينفعش. لازم يكون حد من العيله او زوروا نوترايزيشن يعني توكيل او كده. فده القانون، ما ينفعش. ده بقى نخش، وده متجاب كده، ده متجاب فويا الابلكيشن دي. بس ممكن تكون فويا لاي شخص، وهثبت لكم دلوقتي التلاعبات في كل حاجه. ادي صوره الابلكيشن الحقيقيه. دي الانستراكشنز في الاول اللي بتشرح تملاها ازاي وتعبيها ازاي. فهنجري الحتة دي بتقطعها، دي بس كده بتقطعها قبل ما بتعبي الابليكيشن، قبل ما تبعت الابليكيشن، سوري. فدي الانستراكشنز موجودة في اي مكتب بريد. الفورمة دي موجودة في اي حتة، ممكن تعمل لها داونلود اونلاين. فهو وبيقول لك يوز البلاك انك وبتاع. فهي الابليكيشن هنا لما بتاخد الموافقة او اي حاجة بيختم لك هنا في الحتة دي. الكلام اهو واضح هنا اهو مكتوب اهو. المستند ده حتى لما بتطبعه بيكون ملون، او هو بيكون ملون في البوست اوفيس. يعني لو عملت له سكانر بيطلع ملون في الاسكان وبيطلع واضح. الاسكان بيطلع الحاجة واضحة، ما بيطلعهاش حاجة مش الورقة شكلها معمول لها كابي من كابي لكابي لكابي علشان يبهتوها. يعني لا يمكن تكون سكاند. وامريكا كل حاجه، كل الدوكيومنتس بتكون سكاند، يعني معمول لها سكان. فمش عارف ليه هم قاصدين انهم يبهتوها بالشكل ده. فدي الابلكيشن اهي، شايف واضحه ازاي وبارزه وممكن اي حد يعبيها. بس مش هي دي النقطه ديت.
ان دي ابلكيشن اهي، ممكن تكون بتاعت فويا، حد جاب فويا لاي شخص، لمحمد، لعتريس، لمانويل. و... وبعدين مش عارف، ده بقى هنا ايه، مش معناه ان بخط اليد ان هي بتاعتها، لا. في بروجرامز، في اديتنج سوفت وير بروجرامز كتير زي امني وغيره، في انواع تانية ب $480 كنت بشتغل بيها ايام ما كنت بعمل لناس حاجات للقروض وكده. كنت بديهم وظائف، وكنت بديهم بعمل لهم بنك ستيتمنت، يجيب لي هو البنك ستيتمنت الحقيقيه، وكنا يعني بنعمل شغل كل بتوع القروض والعقارات كانوا بيشتغلوا كده يعني. امال هي امريكا خربت من ايه؟ المهم، آه ادي اهو. آه نور نواه. دي مش مشكله في الايديتنج سوفت وير. لو عندي ابلكيشن ليها مقدمه مثلا على اي حاجه، على جرين كارد، على بيتيشن، على اي حاجه، اروح عامل كده، يروح قاطع، وتلاقي كده تقطع وتعمل وتنقلها على ابلكيشن تاني. فدي اي حد بسوفت وير، واسيب ده كله سليم، واروح ايه ناقل الخط واعمل له ايه. ده حتى ممكن ايه، لو حروف او ارقام، في الايديتنج سوفت وير اللي هو ياخد الحروف ديت وتبقى كل حرف في مربع بنفس خطها، ويرقصوا كده، تبقى السكرين بترقص كل الاربع زي ورق الكوتشينه، 5 حروف او 5 كروتا، واجيب الان هنا، اشيلها من هنا، احط هنا. يعني ممكن كمان العب في الاسم، ممكن لا، نفترض ان هي مطبوعه، ممكن اعمل ال تي وتاخد نفس الفونت ونفس السايز، اديتنج سوفت وير تاخد نفس الفونت ونفس السايز، بوم، واحطها بوم، واعمل كليك، تثبت نفس الخط وكل حاجه، ويعني فاي اديتنج سوفت وير دي حتى في امريكا الدوكيمنت دي تترمي في اي كورت هنا في امريكا، الا لو معاها جواب مرفق واوثرايزد ونوترايز ان دي صوره طبق الاصل من الاوريجينال، او انها كذا. بس دي لوحدها كده دي برضو تبرمها، لان دي اي عيل في 6 ابتدائي ممكن ياخد ويعمل يعمل لك اللعب ده كله، وينعكش هنا وياخدها على الايديتنج ويخربش الحروف، ولا يعمل الاضاءة ويبهتها، وكل اللعب ده لعب سهل اي واحد في تانية ابتدائي ايديتنج سوفت ويرز والكلام ده ممكن يعمله، ويخربش ويبهت وكل الكلام ده اهو، عشان تبقى باينه اهو. العنوان هنا سانتا مونيكا. طيب هنمسك بقى طيب هنا مفيش سوشيال سيكيورتي ليه؟ فين السوشيال سيكيورتي؟ ليه مش مكتوب؟ هيقول لك فويا، هيقول لك مش عارف ايه، فويا علشان البرايفسي. طيب ما هو يا جدعان، ما احنا هوريكم الفويا بتعمل ايه، بتعمل مربع، لكن هنا مفيش مربع، هنا فاضية. الين فين الجرين كارد؟ المفروض تكتب الجرين كارد بتاعها اللي قبل كده، حتى لو بتقدم بقى على الباسبور. اهو فين السوشيال؟ هي مع آه... مفيش occupation، مفيش employer. طيب have you ever applied or issued a US passport؟ هل قدمتي على باسبور قبل كده؟ متسابة فاضية، متسابة فاضية. مش فاهم ازاي يعني. هو المربع واضح جدا قدامكم يا جماعة، اي حد يروح يبص عليه، متساب ابيض هنا في يعني. دي ازاي يعني حصل الكلام ده؟ ازاي دي ده سؤال المفروض ما بيتجاوب. طيب ايه تاني؟ have you ever been married؟ انت اتجوزتي قبل كده؟ برضو متساب فاضي، مش متعلم عليه خالص، اهي واضحة زي الشمس انه فاضي. travel plans مش شايفين حاجة. اهو مفيش اي معلومات باينة. وصلنا لحد 19. what other names used؟ مفيش. و 76 ديت 67 دي مش عارف دي ايه، ايه دي؟ اي هبل. طيب نروح على الصفحة التانية بتاعت الابليكيشن. اهو الاسم، يا دوبك يا دوبك يعني هو تقريبا الايديتنج عمل معاه صعوبات، راح مبهت علشان معرفش ايه النظام. يا دوبك التاريخ باين.
parental information، اسم الاب هنا Egypt، اسم الام، اسم الاب. خلاص. هل والدتك معاها الجنسية الأمريكية؟ متعلم هنا حاجة بسيطة، لا. هل أبوكي معاه الجنسية الأمريكية؟ أهو الاتنين فاضيين، الاتنين فاضيين، واضح تماما يعني. هنا الامرجنسي كونتاكت، بنتها، خالتها، عمتها، جوز بنتها، راحوا مخبي اهي. فويا بتعمل كده. طب ده ما اتحطش ليه على السوشيال؟ هناك قدام في الصفحة التانية يقول لك برايفسي. لا اهو، ما اعرفش، ممسوح. فده مستند غير قانوني. ده حتى لا يعترفوا بيه هنا في امريكا ده، الا لو مرفق مع حاجه بتقول ان ده كذا كذا، ان ده صوره طبق الاصل. لكن ده اي عيل في ثالثه ابتدائي ممكن يعمل لك لعبه اكتر من كده مليون مره. واحنا في مصر طبعا الى هنا الاكبر، امريكا المنزه عن كل نقص يعني، استغفر الله العظيم. في ناس عندها كده امريكا ديت يعني، لا 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 لا، احنا ناخد اي حاجه امريكا تقولها. ما يعرفوش ان امريكا دي شرابة خرج. ده الفرق في العقلية، انك انت بتبص للامريكي ده على انه والله يعني اله. انا ببص على الامريكي ده ان انا احسن منه 60,000 مليون مرة، وان انا احطه في جيبي في 3 ثواني. ده الفرق في العقلية. آه لوس انجلوس كاليفورنيا اهو، الاكسبتنس، البوست اوفيس، فويا. والستامب ده مليون ستامب على اونلاين، ممكن اجيبه، ممكن العبه، ممكن اجيبه من اي ابلكيشن، اعمل له قص تك واحطه. شغل يعني بيتعمل في 5 دقايق، اهيف ولد عندي ممكن يعمله يعني. طيب، بس كده. فالمهم الابلكيشن مش متجاوب على حاجات فيه، ابلكيشن يعني اي كلام. فده مش مستند خالص، ولا مادام مش مرفق معاه ما يثبت ان هو ده الاصل او طبق الاصل من الاصلي او كذا. لان ده شغل ايديتنج سوفت وير، واي حد ممكن يجيب فويا بتاعت اي حد ويروح حاطط عليها صورة. فده بلوه واشربوا ميته. بس في دوكيومنتس تاني ولا مفيش؟ خلينا نشوف. لا، هو كده بس الجواب اللي شرحنا. معلش يا شيخ حازم هتزعلوا مني، ايوه هو الحاجات دي صح، ايوه منطقة خالية والشعار، كل ده صح الكلام ده. بس هو المخابراتي بتاع السفارة يعني في مصر مش معقولة يعني هيألف. فهو جاب حاجة، هو قد يكون المضمون اهو، ده مش من اختصاصهم، دي هبل. وشرحت، فدي مؤامرة، دي مش مسألة صغيرة عشان يعملوا بيها تزوير نص كم. لا، ده مشروع مصر. مصر يعني الأمة الإسلامية كلها. اتفتحت مصر للإسلام يعني الأمة الإسلامية هتقوى. مصر هتفضل منبطحة على بطنها، معنى كده انهم مسيطرين على العالم الاسلامي كله. مصر ما مش اي دولة. المسألة مش مسألة الشيخ حازم. الشيخ حازم يكون مثلا ما يكونش خبير اقتصادي، ما يكونش خبير في الهندسة، ما يكونش خبير في مسائل الإيميجريشن اللي انا بتكلم فيها والحاجات دي. بس هو عنده الفكرة. الموضوع يا جماعة مش موضوع شخص الشيخ حازم. الموضوع هو فكرة الشيخ حازم، فك الأسر وفك القيد. وده اللي محتاجاه مصر، ده اللي محتاجاه مصر، ده اللي محتاجاه مصر. وانا هو من امريكا وعارف العقلية المصرية. انتوا محتاجين فك الأسر وفك القيد عشان تحيوا كراما، وإلا هتعيشوا خرفان ولاد خرفان طول عمركم. اي حتى لو اسلامي، حتى لو اسلامي جه وقبل ان شخص زي طنطاوي المتعفن عقليا وعنان والناس اللي حواجيز دي، للاسف اجيال ابهاتنا وامهاتنا دول ناس ماشي اتعلموا دينهم من افلام ابيض واسود، وكانت في مرحله زمنيه متعفنه، ما عندهمش درايه اسلاميه ولا الولاء ولا البراء، ولا عندهم اي معلومه. دي ناس شاخت ودابت وعلى دين ابائهم وعايزين يكملوا.
دول ناس متعفنين. فتنطق اي، حتى لو جاء واحد اسلامي ويقبل ان هذه المؤسسة العسكرية اللي الصف الاول منها والصف الثاني والصف الثالث كلهم متصورين هنا في امريكا، ولو عارفين متصورين يعني انا مش عايز اشرح في الفيديو بس عشان الاسلاميين ما يزعلوش، لكن متصورين وعلى حجرهم حاجات وحاجات مدلدله منهم يعني ما فيش حد كان بيترقى في منظومه مبارك الا ما يكون متصور يا جماعه. وانا كنت في مجال الطيران وكنت بشوف اللي هم بيجوا كورسات وتدريبات من مصر وهنا، وكانوا بيحكوا لنا وكانوا بيقولوا لنا بيعملوا ايه. فتخيل بقى الصف الكبار، تخيل انت الستين والسبعين سنة دول، هل هيقدروا يواجهوا فضيحة لما كل امريكا ماسكاهم؟ انتوا من عارفين من فين ماسكاهم كله، وما كانش مبارك بيعين الا المتصورين. امريكا كانت لازم تعمل ابروفل، اه لا ده متصور عينه، اه لا ده مش متصور ما تعينهوش. فالمؤسسة العسكرية دي أنا ابتديت أقتنع بكلام الشيوعيين اللي كانوا طلعوا فيديو إن لازم تدمير المؤسسة النجسة عدوة الإسلام دي مؤسسة نجسة. والصف الأول فيها كله من المتعفنين فكريا وذهنيا، ناس شيخة ودايبة، وعمر ما هيحصل تغير في مصر إلا لو تحررت الإرادة المصرية، فك الأسر وفك القيد. حتى لو جبتوا إسلامي ناوي يبقى على هذه المؤسسة المتعفنة، المؤسسة العسكرية، ويبقى على بتوع الداخلية، ويبقى لازم تكون ثورة شاملة. لو ابقيتوا على المؤسسات ديت برضو ما هياخدوكم لنفس الاسر ونفس الانبطاح ونفس مواضيع غزة ونفس اللي عملتوه في العراق واللي عملتوه في افغانستان. كل الجرائم اللي مصر بقى بترتكبها بقى لها في اخر 15 سنة، مصر ارتكبت جرائم ملعونة مع فلسطين ومع هنا. حتى لو جاء اسلامي في الحكم ومش عايز يفك الاسر دوت او يفك القيد ده عشان تحيوا كراما، هتفضلوا عايشين منبطحين. الشيخ حازم مش مسألة والله ان احنا يعني بنقدسه ولا اي حاجة، لا الراجل عنده الفكرة الصح ان احنا نعيش احرار ونعيش كرام ونبقى عندنا حريتنا وما نبقاش منبطحين على بطننا. كفاية بقى 60 سنة من التعفن، وشفتوا اهو الأجيال، شوفوا كل الشيخين. المفروض تكون ثورة شاملة على كل الناس العواجيز اللي هم خلاص تأثروا بالفكر بتاع الستينات والخمسينات والأربعينات، المرحلة المعفنة دي. بس فلازم، وحتى كتابكم ومثقفينكم الناس دي جاربج يا جماعة. الناس دي هي اللي خلتكم في ذل 60 سنة تحت مبارك. الناس دي كل كتاب الأهرام ونافع وما اعرف مين، كل ده جاربج. دي ناس متعفنة عقليا. اه انتوا بتسموهم نخبة ومثقفين، دول متعفنين عقليا، أعداء دين. مش يعني مش هقول أعداء دين، دول نشأوا على دين آبائهم، ما عرفوش غير كده، ما يعرفوش غير كده. ثقافتهم الذهنية لازم تفكر في كده. انتوا فك الأسر بقى وفك القيد انك تفكر بطريقة جديدة، انك تطلع من ان امريكا دي ما تبقاش بالنسبة لك الاله المقدس المنزه عن كل نقص. استغفر الله العظيم يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.